الأنوثة المجروحة مو معناه أنك انكسرتي مرة أو مريتي في علاقة فاشلة، الموضوع أعمق من كذا. تبدأ لما الوحدة تبعد عن نفسها لدرجة ما عاد تعرف مين هي، إيش تبغى، فين حدودها، مين اللي يستاهلها. تشوف إن قيمتها تصير مربوطة برأي الناس، خصوصا الرجل، هل حبها، هل اختارها، هل شافها جميلة ومميزة، هل حيتزوجها. ومن هنا يبدأ الجوع العاطفي، وتبدأ تدور على قيمتها في عيون الخلايق اللي بوها، وتنسى إن لازم تبنيها جوا قلبها أول. تشوف ان الأنثى المجروحة تعطي بزيادة، تتنازل بزيادة، تدخل الناس حياتها بسرعة، وإذا أحد أعطاها شيء بدال ما تستقبله يتفاعل عندها هرمون تأنيب الضمير. يا رب كلفت عليه، أنا لازم أردها دحين. ولا لما أحد يمدحها ويقول لها ما شاء الله عليك وجهك منور اليوم، لا توبي صاحي من النوم، شوف الهالات، شوف وجهي مفقع. يا ماما قولي شكرا وخلاص. مو كل شيء جميل يوصل لك لازم تدفعي حسابه فورا، مو كل عطاء مضطر انك تكوني مليونه له. تشوف انها في العلاقات اللي تبادر، هي اللي تلاحق، هي اللي تسال، هي اللي تتصل، هي اللي تراضي نفسها بنفسها حتى لو الطرف الثاني هو اللي اخطا في حقها. بعدها تقعد تصيح وتبكي وتحولك وتقول فين الرجل، ليه ما يبادر، ليه ما يحبني زي ما انا احبه، ليه ما يقدم في العلاقه زي ما انا قاعده اقدم. يا بعدي انت من البدايه شلتي شيلك اللي ابوها، ما اعطيتيه مجال، ما اعطيتيه مجال انه يبادر، ما اعطيتيه مجال انه يجتهد على العلاقة. لأن اللي يبغى القرب حيقرب، واللي يشاريك ويبغيك في حياته فعلا حيثبت لك ذا الشيء بأفعاله مو بالكلام. ومن ألعن الحاجات في الأنثى المجروح أنها تبغى تكون مختارة بأي ثمن. مو مهم مين اللي اختارها، مو مهم كيف يعامل هذا الإنسان، المهم اختاروني بس. فتشوف أنها تتعلق بشخص بارد، سربوت، نرجسي، قليل أدب، قليل أصل، قليل مرجلة، وتفسر التعب وقلة الأدب وقلة التقدير هذا على أنه حب وغيرة، والشد والجذب على انه شغف. لا يا بعدي، مو كل علاقة تتعبك وفيها شد وجذب ومرمطة وقرف وقلق معنى ان هذا هو الحب الحقيقي. انت لازم تفوقي لنفسك، لان هذا مو حب، هذا يسمونه جوع عاطفي. انت تبغين اي شخص يختارك، المهم لا تتمي لحالك. والاصعب من هذا كله انها كثر ما تعودت على الفوضى وكثر ما تعودت على المرمطة في العلاقات، فتشوف إنه لما يجيها ولد الأصول اللي شاريها فعلا واللي واضح ومستقر تقول ما أحس إن في كيمياء بيننا. يلا عن أم الكيمياء اللي عندك، كيمياء إيش يا أم كيمياء أنت؟ لأنها تعودت إن الحب لازم يكون معاه قرف وقلق ومطاردة وشقلبة في الموضوع، فتحس إن الاستقرار صار ممل، ما عاد يناسبها. وهنا أبغاكي تاخذي نفسك في الزاوية المظلمة حقتك، تحصريها في الزاوية هناك، وتسألي نفسك أنت تبغي شريك حياة، شريك ويبغاك ومستقر، ولا تبغي واحد يمرمطك في العلاقة ويلعن من كرامتك ويكرهك في الكلمة هذه اللي من حرفين، يكرهك بشيء اسمه حب. إيش تبغي أنت في العلاقة؟ عشان أنا بعد أفهم وش وضعك. الأنثى المجروحة ما شاء الله عليها تكون كتاب مفتوح لكل من هب ودب، لكل عابر سبيل، كل من قال لها السلام عليكم تقول لك تعال أنا حتكلم لك عن قصة حياتي، حتكلم لك عن أول قمة خذت لجوء في راسي. إيش فيه؟ فين الخصوصية في الموضوع؟ ترى مو كل من هب ودب لازم يعرف كل شيء في حياتك. الأنثى المجروحة كثير تشوف إنها تنجذب للفوضى، يجذبها الظهور والاختفاء المفاجئ، يجذبها الصمت العقابي، يجذبها الشد والجذب في العلاقة، الغيرة والزعل والرجعة. كأن الهدوء صار ممل وصار يخوفها، صار يقلقها، لدرجة وصلت معاها ما تحس في قيمة العلاقة لو ما كان فيها تعب ومرمطة وشقلبة. وهنا لازم تفهمي شيء واحد، مو كل شخص يختارك ويستاهلك، ترى أنت كمان عندك حق تختاري، ترفضي، تقولي الشخص هذا ما يناسبني، حتى لو هو يبغاني ما يناسبني. ولا تعيشي دورك أنا ما أطلب شيء من أحد، أنا أسوي كل شيء لحالي. تبغي مساعدة اطلبي، تبغي وردة اطلبي، تبغي اهتمام اطلبي. ترى الرجل اللي عندك ما حيقدر أفكارك، أنت مو قاعدة مع منجم، أنت مو قاعدة مع أم عباس ما أدري منه، وش بلاك. ولو ما فهمت حتقلبي بوزك شبرين، وحتقلب البيت نكد وقرف، وتقولي هو اللي ما يفهم. تراك أنت اللي ما وضحتي، أنت اللي ما قلتي وش تبغين. اطلبي بوضوح وشوفي هل الرجل اللي معك قد مسؤولية ولا لا. يعني لا تقعدي تخمني هو حيقرا أفكارك وهو ما يعرف أنت ليه مفعل الصمت العقابي دحين، والاثنين تسوقون في موجتين مختلفة. لو أحد قلل من قيمتك أو حاول يدعس على كرامتك لا تدخلي معاه حرب عالمية، ولا تشرحي له أن قيمتك أعلى من ذا المستوى وأن أنت زعلانة ولازم باوربوينت في كل النقاط اللي هو زعلك فيها. لا، أقوى رد وفي كرامتك محفوظة إنك تنسحبي من المكان اللي ما قدرك. البدء يقولون أزمة مشاك عن أرض ما تحوفك. وأنا هنا مو قاعدة أتكلم إنك قاعدة تعاقبي ولا تتلاعبي، لا يا قس، لأنك عرفتي قدرك وعرفتي قيمتك وعرفتي إن ذا المكان ما عاد يناسبك. الكرامة مو إنك تنتصري لآخر النقاش كأنك داخلة حرب عالمية ثانية. الكرامة يوم تعرفي متى توقفي النقاش وتشيلي قشك وتمشي.
وأهم شيء لا تحاولي تصيري نسخة من أنثى ثانية بس عشان تثبتي إنك أنثى، لأن الأنوثة مو قالب واحد. الأنوثة تبدأ لما تعرفي نفسك، تعرفي إيش تحبي، إيش تكرهي، فين حدودك، مين اللي يستاهل يدخل حياتك. لأن الأنثى اللي ما تعرف نفسها وما تعرف قيمتها وقدرها، أي واحد هيقدر يشكلها على كيف أمه. حاعطيك القفلة. الأنثى المجروحة تشوفيها دايم تبكي وتترجى، أرجوكم اختاروني، حبوني، أنا مالي غيركم. أما البنت اللي عارفة قيمتها واللي عندها أنوثة متعافية هتقول أنا عارفة إيش أستاهل، واللي يدخل حياتي يا يحترمني ويضيف لها، يا الباب يفوت قبيلة. وصلت؟